قتل البحث العلمي عندنا إلا كرسيان. كرسيان قتل البحث العلمي: كرسي المنصب وكرسي المال. الشيخ السعدي الله يرحمه، بس أقول لكم قصة عجيبة، أصيب بحالة يعني من التوتر والتشنج، لأنه جاء برقية من الملك سعود يريد أن يعينه قاضيا في عنيزة وهو لا يريد، لا يريد. وقال الآن كل كلمته المشهورة: كل أهل عنيزة يحبونني الآن، لو أصبحت قاضيا أحبني نصفهم وكرهني نصفهم، والذي أحبني ليس لله والذي كرهني ليس لله. لأن اللي يحبك لأنك قاضي، لأنك ما شاء الله مشيت ليس، لكن الآن يحبونني لله، لا ليس في شيء. وهرب إلى مكة واختفى، ما حد يدري أنه في مكة على الإطلاق، لأنه لا يريد المنصب إلى أن فرجها الله له بقصة طويلة يعني. ورجع العنيزة وسلم من القضاء ولم يستلم منصبا إلى أن مات. هذا كرسي النار، رمزيته عندي هكذا، لأن الذي يجلس عليه يحترق معنويا وجسديا وفكريا وإنتاجيا وبحثيا. ومن كرسي النار الشهادة أيضا من كرسي النار. ما أكثر ما نظن أن هذه الشهادة ماجستير دكتوراه إنها هي الكون كله، وهي والله العظيم أنا وحصلتها في وقت مبكر، وأقسم لكم بالله أن لا تعني لي شيئا أبدا الآن والله لا تعني لي الدكتوراه شيء، ولا تعنيني أني صرت بروفيسور. ترقيت في الوقت المحدد، لم يضع يوم واحد من خبرتي العلمية، ترقيت وأخذت بروفيسور، والله لا تعني لي شيء. وأسوأ لقب يقال لي لما يقال لي الدكتور، ما أحلى لا بتقول عبد الله يا أبو غادة، ما أحلاها. الشهادة ليست هي التي تصنع أحد، ما صنعت الجاحظ ولا سقراط، ما صنعت المتنبي ولا شكسبير، ما في كل الأسماء، ولا بيل جيتس أصلا راسب بالجامعة، ما قبلت الجامعة ولا درس جامعة وخامل وراسب في مفهوم الدراسة ومفهوم الشهادات. أخطر شيء على الإنسان المنصب، بما أنه أيضا الشهادة، ويظن بالشهادة أنه يصبح صاحب حق لأنه على هذه الشهادة، ليس لأنه أنجز. ولا أعرف والله العظيم في إنجازي، أنا عندي أبحاث تنتمي لشغل الدكتوراه والترقيات، وعندي أبحاث لا تنتمي لا للدكتوراه ولا للترقيات. أستحي أقدم لكم الأبحاث التي كانت تقودني للدكتوراه وللترقيات، أستحي والله، ولو أعطيتها لكم ما حتقرونها، والله ما حتقرونها. مش الكلام ده، ما إيش هو، ما هو شيء، اتركوا هذا ليس لله. الإمام الغزالي قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما هو راضي العلم يصير إلا لله، ما حيصير العلم إلا لله. العلم لذاته، ليس ورقة شهادة وليست ورقة منصب. أيضا طلب المال، نعم، ما أقول الإنسان والله يعيش غلبان ما عنده شيء، إذا جاءك الخير جاءك الخير، لكن أن تجعل هالمال ذا هو الهدف عن كل شيء، هذه المشكلة.